لما الاسره كلها تتفق عليكي ان هم عايزين ياكلوا من بره وياكلوا كمان كنتاكي، اسالهم على الاسعار الاقي الاسعار ضربت نار. قلت لهم مش نافع خالص الموضوع ده. نزلت عند الفرارجي جبت كيلو ونص دبابيس. ليه دبابيس؟ لان هم اصلا مش بيحبوا الصدور. يعني كنت ممكن اجيب فرخه واقطعها كذا قطعه. ف ولقيت دي كمان يعني ايه سعرها حنين شويه عن سعر الفراخ. المهم جبتها ورحت جايه زي ما انتوا شايفينها كده. انا طلعتها من الكيس قدامكم هنا على طول، حطيت فيها بس شويه ميه، هخلي منها كل الجلد اللي فيها بالشكل ده. وبعد كده هغسلها على الحوض، وبعد ما اغسلها على الحوض هنقعها في التتبيله اللي انا هوريها لكم دي. معلقه سكر، تمام، وورقتين غار اللي هو ورق لوري، وليمونه. وهروح جايه ضايفه الميه ومقلبه، وهحط كل الدبابيس بتاعتي. تمام، زي الفل كده. هغطيها بقى حوالي ايه ربع ساعه، وهسيبها تتنقع كده في التتبيله دي علشان ايه ما يبقاش فيها اي زفاره. يلا بينا نجهز الكفر اللي احنا هنشتغل بيه طول الفيديو. تمام، معايا هنا كوبايه دقيق ذره، بيبقى موجود عند اي عطار، وكوبايه ونص دقيق متعدد الاستخدامات، وكيس بيكنج باودر. حوالي 3 معالق من بتوع الاكل نشا، لان دي كوبايه معياريه مش هتبقى عندكم اكيد. معلقه كركم، معلقه ملح، معلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، ونص معلقه فلفل اسود. هقلب كل الكلام ده مع بعضه. تمام كده زي الفل. يلا بينا بقى نجهز التتبيله اللي هننقح فيها الدبابيس بتاعتنا. معايا هنا بيضه، وكمان كوبايه لبن كبيره. لبن اللي هو حليب يا جماعه، عشان الناس اللي بتسالني في الدول العربيه، لان عندهم اللبن اسمه رايب. هحط نص معلقه فلفل اسود، وربع معلقه كركم، ونص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، والملح طبعا ما ننساهوش نص معلقه. هضرب كل الكلام ده مع بعضه كده بالمضرب اليدوي، وهبدأ انزل بالدقيق بتاع الكفر اللي احنا حضرناه من شوية مع بعض. هنزل بيه هنا في قلب التتبيلة السائلة دي لحد ما الاقيه متماسك كده وسائل زي الكريب، عجينة الكريب او عجينة الكنافة. تمام كده. هنا بقى معايا الدبابيس، هروح جايه مفتحاها كده. مهم جدا ان احنا نفتحها، لان اصلا الدبابيس بتاعتي كبيره. لو ما فتحتيش الدبابيس حتى لو الدبابيس صغيره، الزيت مش هيوصل لها من جوه وهتبقى مدممه. راعي ان هي اصلا مش مستويه ولا مسلوقه. تمام، فالخطوه دي مهمه جدا، ان انتي لازم تفتحي الدبابيس. هفتح الدبابيس واروح جايه ايه احطها في منقوع آه، محلول النقع كده بتاع التتبيله. انا بوريكم اهوت لحد العظم وبطلعها. تمام، هخلص كل الكمية بقى، وهنضغط عليها كده عشان كلها ايه تتنقع في التتبيلة بتاعتها. وهغطي عليها على قد ما تقدري بقى، سيبيها. ممكن تعمليها من بالليل مفيش مشكلة. انا بالنسبة لي حطيتها ساعتين 2. شوفوا بقى الخطوات دي. انا هنا شلت الدبوسة، حطيتها في الكفر البودر، وقفلت عليها العلبة وحركتها. شفتوا؟ لو ما عملتش الحركة دي مش هتبقى معاكم مكرمشة كده ومطلعة حتت من الدقيق. رجعتها تاني في الكفر السائل، وهرجعها تاني في الكفر البودر. ليه انا بعمل الخطوة دي؟ عشان يبقى الكفر عليها سميكه نفس طريقة كنتاكي بالظبط. شوفوا الدبوسة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. عايزاكم بقى انتوا بعد ما تخلصوا الخطوه دي تنزلوا بيها في الزيت على طول. بس انا عشان التصوير طبعا بحط في طبق عبال ما اخلص تصوير. انا خدوا بالكم يعني ايه مجهزه الزيت ومهديه عليه. بس اللقطه دي هجيبها لكم بعد الكفر، لان ايه تمشوا معايا واحده واحده كده.
عشان ما تتلخبطوش. بس قبل ما تبدأوا حطوا الزيت على النار يسخن، ما نحطش الفراخ في زيت بارد، مهم جدا. اهو انا هنا بحط الزيت اهوت. مهم برضو ان احنا نحط الزيت في حلة، والحلة دي تكون صغيرة ضيقة علشان الزيت يبقى فيها غزير. تمام، عشان لو الزيت مش غزير طبعا الفراخ بتاعتنا مش هتطلع مقرمشة ومش هتطلع مستوية. ملحوظة كمان، الرغاوي اللي على الزيت دي الزيت مش بايظ ولا حاجة، ده الزيت علشان الكفر فيه بيض، فهو اللي عامل الرغاوي دي، فاحنا ما نقلقش خالص. تمام، انا حطيت بقى ايه هنا الفراخ اهيت، ومغطيتش عليها الا بعد ما الكفر بتاعها بدأ ينشف. هغطي عليها واروح جايه مهديه عليها النار خالص. شايفين النار عامله ازاي؟ لو مهدتش النار الفراخ هتبقى واخده لون من بره ماشي، ومش مستويه من جوه. انا باكد على السوا اهوت، علشان ايه ما تلاقوش الفراخ بتاعتكم مش مستويه او مدممه وتقولوا ايه ده الوصفه مش ناجحه. هتهدي النار وتسيب الفراخ لحد ما تستوي خالص، ولونها يبقى ذهبي، وزي ما انتم شايفينه كده. شوفوا حتى لونها بقى ذهبي، وبرضه انا سايباها في النار على بال ما تستوي. انت بقى ومجهود فراخك، لو فراخك كبيره هتسيبيها على قد ما تقدري، زي ما انا سبتها كده. فراخك صغيره انت هتحسي بقى، جربي واحده بقى، افتحيها كده وشوفيها. ايه رايكم في الجمال ده وفي القرمشه؟ انا عايزه افتح لكم هفتح لكم بعد ما اسجل الفيديو الصوت بتاع القرمشه، حاجه كده تحفه. تعالى ما تشوف من جوه. بسم الله ما شاء الله، مستويه ولا فيها ولا نقطه دم. وبالهنا والشفا.